السلام عليكم. كيبدا الفيلم ديالنا مع هاد خونا اللي سميتو رومبو كان واحد من الجنود اللي مشاركين في الحرب، وملي سالات الحرب رومبو هو وصاحبه هما الوحيدين اللي بقاو على قيد الحياة. دازت الايام ورومبو بغى يمشي يزور صاحبه اللي كان ساكن في واحد البلدة صغيرة، لدرجة انه السكان ديال هاد البلدة كيعرفوا بعضياتهم. رومبو غادي يشد الطريق ووصل للبلدة وهو فرحان حيت غيتلاقى صاحبه، ولكن ملي وصل للعنوان ديالو غيتصدم حيت لقى صاحبه مات بسبب مرض السرطان. ورومبو حزن بزاف على الفراق ديال صاحبه وتم رجع بحاله، وهو غادي بحاله غادي يوقف عليه هاد العميد ديال الشرطه واللي سميتو ويل بدا كيسول في رومبو شي اسئله بحال شكون انت وشنو كدير هنايا. رومبو غير شاف خونا بدا كيسول فيه بزاف، بقى غير ساكت وما بغاش يجاوبو. هنا العميد تعصب وقال ليه فين غادي. هنا رومبو جاوبو قال ليه علاش بغيتي تعرف فين غادي. تما العميد قال ليه سير فين ما بغيتي، المهم هو ما تبقاش هنايا. وهنا غنعرفوا باللي المسؤوليه ديالو هي يحافظ على السلامه ديال سكان البلده، وخدا معاه رومبو باش يخرجوا من المدينه. وصلوا للحدود وغادي يرجع بحاله، ولكن هو شاد الطريق بان ليه رومبو حتى هو رجع للبلده. هنا سخط وغادي يعتقلوا بدون اي سبب. رومبو بقى غير ساكت وما دار حتى شي ردة فعل، وتحرك معاه المقر ديال الشرطه. ملي وصلوا بداو معاه التحقيق وعرفوه بانه كان جندي سابق، وبداو كيتعاملوا معاه بعنف. رومبو ما عجبوش هاد الشيء وحاول يوقفهم، ولكن خوتنا بداو كيضربوا فيه. هنا رومبو تفكر الايام اللي كان فيها في الحرب وبدا كيدافع على راسو وبدا كيضرب فيهم. من بعد ما عطاهم قتله ديال العصا غادي يخرج للشارع وسرق واحد الموتور وهرب. العميد غادي يتبعه، ورومبو دخل الغابه. شاف راسو ما غيشدوش بوحدو وهو يطلب الدعم، وبدا تابعو وهو تابعو غادي يتقلب. رومبو غادي ينزل من الموتور وكمل على رجليه. البوليس وصلوا لعميد ويل وراهم منين داز رومبو قاد واحد اللبسه ولبسها باش ما يلفتش الانتباه ديال البوليس، حيت اللون ديالها قريب للون ديال الحجر. البوليس ملي وصلوا طلقوا الكلاب وبداو تابعين الريحه ديالو. رومبو بقى هارب حتى وصل للقمه ديال واحد الجبل وما عنده حتى شي حل من غير يهبط معاه. بدا هابط مع الجبل وواحد البوليسي غادي يشوفو وجا عنده بالهليكوبتر وبدا كيتشيري عليه. هنا رومبو عرف راسو الا بقى بزاف على هذا الوضع غادي يموت. شاف لتحت وبان ليه واحد النهر وقرر يخاطر بحياته وغيتلاح، ولكن ما وصلش للنهر وجا فوق الشجر. البوليسي ما نفاكش باقي كيتيري عليه. رومبو غادي يهز واحد الحجره وشير عليه ولاحو من تمايا. رومبو مشى عنده ولقاه مات، خدا ليه السلاح ولا سلكي ديالو. العامد ملي شاف واحد من الضباط ديالو مات ولا باغي يقتل رومبو باي طريقه. شويه رومبو خرج عندهم وبغى يسلم راسو وقال لهم بلي ما بغى حتى شي واحد يتاذى بسببه، ولكن البوليس ما تسوقوش لهضرته وبداو كيتيريو عليه. رومبو غادي يهرب وتخبى في واحد البلاصه وبدا كيقاد في بعض الاسلحه. البوليس طلقوا الكلاب ورومبو قتلهم كاملين. العامد عطى امر للرجال ديالو باش يتفرقوا ويقلبوا عليه، وداك الشيء اللي كان بداو كيقلبوا عليه. واحد من البوليس كان كيتمشى حتى غادي يتلاح عليه رومبو وضربو غيبو، واللي حسن الحظ ديالو ما قتلوش. رومبو بدا كيغيب فيهم واحد مورا الاخر حتى سالا معاهم كاملين وبقى ليه العامد رومبو غادي يغفلو وحط عليه السلاح. العامد بدا كيطلب فيه باش يطلقوه، ورومبو قال ليه بامكاني نقتلكم كاملين، داكشي علاش من الافضل ليك تبعد مني. العامد واخا سمع هاد الهضره ما بغاش يحيد من راسو فكره الانتقام وحالف حتى يقتل رومبو. لغد ليه الجنرال تراتمان ساق الخبار وجا عند العامد وقال ليه باش من تهمه متهم رومبو. قال ليه بلي رومبو قتل واحد من الرجال ديالي. الجنرال تراتمان قال ليه بلي انا كنعرف رومبو مزيان وما يمكنش يتعدى على الرجل ديالك غير هكاك. وهذا الجنرال كان هو القائد ديال رومبو في الحرب وعارفو علاش قاد. داكشي علاش طلب من العامد ينسحب هو والرجل ديالو وهو غادي يتكلف به، ولكن غادي يرفض. هنا الجنرال قال ليه بلي انا تدخلت في هذه القضيه باش ننقذ الرجال ديالك منه ماشي باش ننقذ رومبو. ولكن واخا هكاك العامد كان مصر انه ينتقم من رومبو. الجنرال ملي شاف ما بغاش يتراجع حذرو من رومبو ومشى بحالو. غادي يعرف بلي رومبو عنده اللاسلكي ديال الشرطي اللي مات، وجاتو واحد الفكره اللي يقدر يشد بها رومبو. مشى عند الجنرال وقال ليه يهضر مع رومبو في اللاسلكي ويطلب منه يستسلم. الجنرال تراتمان غادي يوافق وبدا كيهضر مع رومبو. في نفس الوقت كان كيحدد الموقع ديال رومبو، وملي عرفوا فين كاين صيفط ليه الرجال ديالو. رومبو كان مخبي في واحد المنجم قديم حتى هجموا عليه البوليس،
وبداو كيتيريو عليه. رومبو غادي يطل وبانوا ليه البوليس كيتيريو. واحد الضابط غادي يطلق على رومبو واحد القنبله، ورومبو غادي يهرب والبوليس صحاب ليهم باللي قتلوه، وبداو كيحتفلوا وكيقلبوا على الجثه ديالو. العامد ويل مشى عند تراتمان وقال ليه فين هو البطل ديالك اللي كتهددنا به. رومبو بقى مقاتل حتى قدر يشعل العافيه وبدا خارج من داك المنجم. البوليس ما لقاوش الجثه ديالو وصحاب ليهم باللي تحرقات وبداو راجعين بحالهم. رومبو غادي يخرج من المنجم وشاف البوليس غاديين راجعين بحالهم ومشى تلاح على اخر شاحنه. لاح خونا اللي كان صايق ودخل البلده. البوليس غاديين يعرفوا بلي رومبو باقي حي وسرق واحد الشاحنه، غاديين يهجموا عليه ورومبو حتى هو خد السلاح وبدا كيتيري عليهم. الجنرال تراتمان غادي يقصد رومبو وقال ليه بلي انت جندي قوي وبدا كيهدن فيه وكيحاول معاه باش يسلم راسو. رومبو قال ليه بلي هو ما دارش شي حاجه باش يسلم راسو وما متهم حتى بشي جريمه. تراتمان قال ليه بلي غادي يوقف معاه حتى يخرج براءه ورومبو غادي يسلم راسو. رومبو الجزء الثاني كيبدا في واحد السجن الكبير وشديد الحراسه واللي كان مشدود فيه رومبو من بعد ما سلم راسو في الجزء الاول. هنا جا عنده واحد الحارس وقال ليه بلي عنده زياره، مشى معاه واللي جا عنده هو الجنرال تراتمان وقال ليه بلي كاينه واحد المهمه سريه والمهمه هي تحرير بعض الجنود الامريكيين، والى نفذ هذه المهمه غادي يخرجوه من السجن. ورومبو غادي يوافق، غاديين يخرجوه من السجن باش يوجدوا المهمه. ملي وصل للمركز ديال الشرطه الامريكيه غادي يتلاقى مع القائد والقائد سلم عليه وقال ليه بلي 1500 جندي امريكي مفقودين في حرب الفيتنام والعائلات ديالهم عندهم امل انهم باقيين على قيد الحياه. وقال ليه بلي المهمه ديالك انت هي تمشي للمعسكر ديال الجيش الفيتنامي وتاكد لينا واش باقيين شي جنود امريكيين عايشين، والمطلوب منك تجيب بعض المعلومات وبعض الصور ومن بعد حنا غادي نتكلفوا بانقاذهم. وقال ليه ملي غادي توصل غادي تلاقى مع واحد البنت وهي اللي غادي تعاونك. رومبو جمع الاسلحه والمعدات اللي غيحتاجها وقبل ما يركب في الطياره قال ليه تراتمان بلي عندك 36 ساعه خاصك تكون ساليتي المهمه ديالك. توادعوا ورومبو ركب في الطياره وملي وصل للبلاصه اللي خاصو يهبط فيها غادي ينقز، ولكن ملي تلاح غادي يوحل ليه الحبل في الباب ديال الطياره. تما غادي يجبد الموس وبدا كيحاول يقطع الحبل وبالفعل قدر يقطعه، ولكن في نفس الوقت غادي يطيحوا ليه بزاف ديال المعدات والاسلحه وغادي ينزل وسط الغابه وهو غادي قاصد المعسكر. حس باللي شي واحد مراقبه وغادي يتخبى ويهجم عليه، ولكن لقاها بلي واحد البنت هي اللي تابعاه وهي تقول ليه بلي هي سميتها كو وكاينه هنا باش تعاونوا، وتحرك معاها للنهر ولقاو تما القراصنه اللي غيوصلوهم للمعسكر. وهذا الشيء من بعد ما خلصوهم. في الطريق عرضوا على رومبو يشري منهم الاسلحه، ولكن خونا غادي يرفض. وهما غاديين شادين الطريق كو سولات رومبو علاش تكلف بهاد المهمه بالرغم من انها مهمه صعيبه. هو يقول ليها بلي هو كبر في الجيش وحياته كامله دوزها غير في القتال، وهو يسولها نفس السؤال وهي تقول ليه بلي الاب ديالها اللي مات كان في الجيش، داكشي علاش قبلات تنفذ هاد المهمه. وهو يسولها على القلاده اللي دايره وهي تقول ليه بلي ديال الاب ديالها، وهذه اخر حاجه خلاها ليها. الجنرال تراتمان غادي يجهز الفريق ديالو باش يمشي ينقذ رومبو حيت كان داير معاه في واحد البلاصه يهزو منها. من بعد ما تسالي 36 ساعه رومبو هو وكو غادي يقربوا من المعسكر الفيتنامي. رومبو بدا كيوجد الاسلحه باش يدخل يقلب على الجنود المفقودين، وهي تقول ليه كو بلي المهمه ديالك هي تصور بعض الجنود ماشي تدخل للمعسكر. هو يقول لها بلي بحال هاد المواقف ما كنتسناوش الاوامر وقال ليها تسناه حتى يرجع. وبدا كيتسلت حتى قدر يدخل المعسكر وبدا كيكتشف في المعسكر وهو غادي كيتسلت غادي يلقى واحد الجندي امريكي معلق غادي يفكو وبدا مخرجو معاه من تمايا. وخونا قال ليه بلي كاينين بزاف ديال الجنود مشدودين هنايا، تما غادي يخرج لهم واحد الجندي من الجيش الفيتنامي ورومبو غادي يقتلو. تما غادي يضرب على حارس المراقبه حتى هو شافهم وغادي يقتلو حتى هو. كو غادي يوقف عليها واحد من الجنود وبغى يقتلها، ولكن هنا غادي يحضر رومبو وغادي يقتلو وقدر ينقذها وغيخرجوا من تمايا. الغد ليه في الصباح الجيش الفيتنامي لقاو الجثث ديال الجنود ديالهم وعرفوا باللي تعرضوا لشي هجوم. الجنرال تراتمان غادي يتحرك مع الفريق ديالو باش يجيبوا رومبو حيت كانوا دايرين معاه في واحد البلاصه. الجيش الفيتنامي بداو كيقلبوا على شكون هجم عليهم وتابعين الاثار في الغابه. رومبو خوتنا وصلوا للمركب والقراصنه ركبوا وتحركوا من تمايا. في نفس الوقت الجنود وصلوا شافوهم هاربين وبلغوا القاعده ديال خفر السواحل وهما شادين الطريق. رومبو شاف الجنود قربوا ليهم والقراصنه حتى هما هزوا عليهم السلاح
وقرروا يسلموهم لفيتنام، ولكن رامبو قدر يقتل واحد منهم وخدا منه السلاح وبدا كيقتل فيهم، وبالمساعده ديال كو قدروا يقتلوهم كاملين. ورامبو طلب من كو تلاح هي وخونا في النهر غادي ينقذوا، ورامبو غادي يطير عليهم بواحد القنبله وقدر يقتل الجنود الفيتناميين وتلاح في النهر والحق على كو هي والجندي الامريكي وغاديين يدخلوا للغابه. شويه رامبو غادي يطلب من كو تبقى تمايا وهما غاديين يكملوا بوحدهم. الجنرال تراتمان هو والفريق ديالو غادي يوصلوا للبلاصه اللي داروا يتلاقاو فيها مع رامبو. رامبو كان غادي هارب بالجندي الامريكي وغادي للبلاصه اللي داير فيها مع الجنرال، والجيش الفيتنامي شافوهم وبداو كيتيريو عليهم. تراتمان شاف خوتنا هاربين والفيتناميين كيتيريو عليهم وبداو حتى هما كيتيريو على الجنود الفيتناميين، والقائد هو واللي معاه عرفوا بلي رامبو لقى واحد من الجنود وكيحاول ينقذوه، تما القائد غيعطيهم امر باش ينسحبوا. تراتمان ما غاديش يبغي وبغى ينقذ رامبو، ولكن الجندي اللي كان معاه هددوا بالسلاح ومنعوا ينقذهم وتخلاو على رامبو. الجنود الفيتناميين قدروا يشدوهم وكو كانت واقفه بعيد وكتشوف هادشي اللي وقع. تراتمان وصل عند القائد وقال ليه علاش تخليتي على رامبو بهذه السهوله. تما القائد قال ليه بلي رامبو ما دارش بالاوامر اللي عطيناه وكان عليه غير يصور ويرجع بحاله، وكون بقيتو تمايا كانوا غادي يقتلوكم حتى نتوما. رامبو من بعد ما شدوه بداو كيضربوا فيه وطلبوا منه باش يتعاون معاهم باش يطيحوا بالجيش الامريكي، ولكن رامبو غادي يرفض. تما بداو كيعذبوا فيه ولكن رامبو ما بغى يقول والو وبقى ساكت. ولكن ملي جابوا الجندي الامريكي اللي كان نقد وهددوه بلي الا ما دارش داكشي اللي قالوا ليه غيقتلوا خونا، تما رامبو خاف عليه ووافق على الطلب ديالهم. في نفس الوقت كو قدرات تدخل المعسكر وتخلطات مع الجنود الفيتناميين على اساس انها من الجيش. رامبو ملي اتصل بالقاعده الامريكيه غادي يهدد القائد حيت تخلى عليه وما دارش داكشي اللي طلبوا منه خوتنا، وغادي يغفل واحد من الحراس وضربوه وبدا كيضرب فيهم. وملي سلا معاهم خرج من تمايا وتلاقى مع كو اللي عاوناتو باش يهرب من المعسكر. الغد ليه في الصباح وصلوا لواحد النهر وبدات ختنا كداوي ليه في الشراح ديالو. شويه غاديين ينوضوا وشافهم واحد الجندي اللي تير عليهم وغادي يقيس كو. هنا رامبو غادي يسخط وبدا كيقتل فيهم وحاول ينقذ كو ولكن غادي تموت. تراتمان غادي يقول للقائد ديالو بلي خاصهم يمشيو وينقذوا رامبو. القائد غادي يرفض وقال ليه بلي انا هو المسؤول هنا وانا اللي كنعطي الاوامر. رامبو غادي يدفن كو ولبس القلاده ديالها وبدا كيقلب على الجنود الفيتناميين اللي حتى هما بدورهم كيقلبوا عليه وبدا كيتسلت وكيقتل فيهم واحد مورا الاخر، ولكن ما دازش بزاف ديال الوقت حتى غاديين يشوفوه وبداو تابعينه وغادي يمشي جهه الحقول وكيحاول يستدرجهم لتمايا. الجنود بداو داخلين الحقول. هنا رامبو غادي يشعل العافيه في الحقل وبدا كيتيري فيهم بالاسهم المتفجره وقتل عدد كبير من الجنود وغادي يقصد النهر. غادي يهجموا عليه بواحد الهليكوبتر ولكن رامبو غادي يتلاح في النهر وخوتنا قربوا وبداو كيتيريو في كاع البلايص باش يقتلوه. ورامبو قدر يطلع عندهم ولاح خونا اللي كان تمايا ولا حتى خونا اللي كان صايق وقصد المعسكر ديال فيتنام اللي فيه الجنود الامريكيين وبدا كيقتل في الجنود الفيتناميين حتى سلا معاهم كاملين وقدر يهرب بعض الجنود الامريكيين وخداهم الهليكوبتر وتحرك بهم من تمايا. والجنود كانوا فرحانين حيت نقذهم رامبو، ولكن هنا غادي يلحقوا عليهم الجنود الفيتناميين وبداو كيتيريو عليهم وصحاب ليهم باللي سيطروا على الوضع. ولكن هنا رامبو غادي يتير عليهم واحد القنبله وفرقع الهليكوبتر اللي كانوا فيها الجنود الفيتناميين. ورامبو عاود تحرك بالهليكوبتر وفي الطريق غادي يتصل بالقاعده وقال لهم باللي قدر ينقذ بعض الجنود الامريكيين، وكاع اللي كانوا في القاعده فرحوا الا القائد حيت كان خايف من رامبو. وصل رامبو للقاعده وقصد القائد مع شافو بدا كيطلب منه السماحه وقال ليه بلي راه نفذت غير الاوامر اللي جاتني. رامبو جبد الموس وحطوا ليه حدا راسو وقال ليه بلي المهمه ديالي سالات وانت دابا خاصك تقلب على الجنود الاخرين وتنقذهم، وخلاه هكاك وخرج من تمايا. وجا عنده تراتمان وقال ليه بلي انت حر دابا وطلب منه ينضم للجيش، ولكن رامبو غادي يرفض وهكا قدر يسالي المهمه ديالو وفي المقابل ولا حر. رامبو الجزء الثالث كيبدا مع تراتمان كيقلب على رامبو وكيسول عليه الناس. في نفس الوقت رامبو كانت عنده واحد المباراة قتال، الخصم ديالو كان قوي بزاف وقدر يتغلب عليه في الاول، ولكن غير شويه رامبو غادي يسخط وقدر يطيح بالخصم ديالو وغادي يكون تراتمان قدر يلقاه وتفرج في الماتش. رامبو بكل روح رياضيه نوض الخصم ديالو وخرج من تمايا وركب في القارب وتحرك وما سمعش تراتمان ملي كان كيعيط ليه.
الغد ليه في الصباح تحرك تراتمان واللي معاه للبلاصه اللي خدام فيها رومبو. عيط عليه تراتمان، ورومبو ملي شافو فرح بزاف ونزل عنده، وتراتمان عرفوه على روبرت ورا لرومبو شي تصاور في افغانستان فيها دراري صغار كيتعذبوا، وقال ليه بلي بزاف ديال العائلات ماتوا بسبب القوات الروسيه، وهما بغاو يوصلوا المساعدات لافغانستان باي طريقه، والقوات الروسيه كيديروا اللي في جهدهم باش ما توصلش المساعدات. هنا رومبو قال ليه اشنو المطلوب مني انا؟ جاوبو تراتمان وقال ليه بلي انا غادي نمشي لتمايا وبغيتك تمشي معايا وتعاوني، ولكن رومبو غادي يرفض وما بغاش يمشي معاه وتحرك من تمايا. تبعو تراتمان وحاول يقنعوه، ولكن رومبو قال ليه بلي هو عايش بخير في هاد البلاصه وما عنده ما يدير بالصلاح. من بعد ايام غيمشي تراتمان بوحدو مع الفريق ديالو، وهما غاديين شادين الطريق. ملي قربوا لافغانستان هجم عليهم الجيش الروسي وبداو كيقتلوا فيهم، ودوك اللي بقاو عايشين طلبوا منهم باش يستسلموا، وبالفعل داكشي اللي كان وغادي يشدوهم. ومن بين هادوك اللي تشدوا كان تراتمان. الغد ليه في الصباح روبرت جا عند رومبو وقال ليه بلي تراتمان تشد. هنا رومبو غادي يقرر يمشي يعتق القائد ديالو، وطلب من روبرت باش يدخلوا لافغانستان. رومبو وصل لافغانستان وبدا كيقلب على واحد خونا سميتو موسى، وهاد موسى صيفطو عند روبرت حيت هو اللي غادي يوصلوا للمعسكر الروسي باش يعتق تراتمان. غادي يتلاقى معاه، وموسى وراه الاسلحه والمعدات اللي موجد ليه روبرت، وتحركوا من تمايا وخداو معاهم الدواء حيت محتاجينو المصابين في واحد القريه. تراتمان ملي شدوه بداو كيعذبوا فيه وكيحاولوا يخرجوا منه اي معلومه اللي غادي تفيدهم، ولكن تراتمان ما بغاش يهضر. رومبو هو وموسى غاديين يشدوا الطريق، وموسى كان كيعاود ليه على التاريخ ديال افغانستان، وغيبداو كيدوزوا من الكهوف باش ما يشوفوهمش الطائرات الروسيه. تراتمان كانوا باقيين كيعذبوا فيه، وتما القائد الروسي غادي توصلوا الخبار بلي شي واحد سميتو رومبو دخل البلاد وجاي قاصد المعسكر. هنا تراتمان غيعرف بلي رومبو جاي باش ينقذوه. رومبو هو وموسى وصلوا لواحد القريه اللي السكان ديالها قلال. رومبو بدا كيشوف المعاناه ديال دوك الناس، وموسى وصل الدواء لخوتنا. رومبو بانوا ليه شي ناس مجموعين كانوا كيخططوا كيفاش يقتحموا المعسكر الروسي، ومشى جلس معاهم، وكان معاهم حتى واحد الجندي روسي اللي سلم ولا افغانستاني. الروسي رسم لهم المعسكر كي داير وفين كاين السجن اللي مشدود فيه تراتمان، وكاينه طريق وحده للهروب واللي كاينه تحت الارض. رومبو بغى يمشي يحارب بوحدو، ولكن خوتنا رفضوا هاد الشيء وقالوا ليه بلي هادي بلادهم وغيمشيو يحاربوا معاه، ولكن خاصهم شويه ديال الوقت يتناقشوا في هاد الشيء، ومن بعد ما يتشاوروا بيناتهم غيمشيو معاه. ولكن رومبو ما بغاش يتسنى المساعده وغيقرر يمشي بوحدو. تحرك هو وموسى. هنا غادي يجي عندهم واحد الدري صغير وقال رومبو بلي معجب بالشخصيه ديالو وبغى يمشي يحارب معاه، ولكن رومبو غادي يرفض. هنا غادي يجي عنده واحد خونا وطلب منه يلعب معاهم واحد اللعبه اللي كتعتبر عاده قديمه عندهم وكيرحبوا بها باي شخص جا عندهم. وافق رومبو وبداو لاعبين، ولكن هنا غادي يهجم عليهم الجيش الروسي بالطائرات الحربيه وبداو كيلوحوا عليهم في القنابل. رومبو قدر يهرب وبان ليه واحد الرشاش في الارض، قصدو بدا كيتيري فيهم وقدر يفجر الطائره الاولى، والطائره الثانيه اللي فيها القائد الروسي ما بقى كيبان ليه والو ورجع بحاله. رومبو بدا كيشوف دوك الناس اللي ميتين وغير شي وحدين اللي بقاو عايشين، ورومبو ما حملش هاد الديكور وغيقرر يمشي للمعسكر الروسي ينقذ تراتمان وينتقم من اهل القريه، وغيمشي معاه موسى باش يوريه الطريق، وحتى الدري بغى يمشي معاهم وقال لرومبو بلي والديه ماتوا شحال هادي وبغى ينتقم، ولكن رومبو غادي يرفض. وصلوا بالليل لتمايا وكانوا غاديين غير بشويه وكيتسلتوا وكيحاولوا يتجنبوا الالغام اللي كانوا في الارض. هنا بان ليهم واحد السلك، وقبل ما يدوزوا عرفوا بلي الا قاسوا السلك غادي تفعل القنبله. رومبو داز، ولكن موسى على شويه كان غادي يفعل القنبله، وتما غادي يتفاجئوا بالدري الصغير تبعهم باغي يحارب معاهم. ورومبو قال ليه تسنانا هنا حتى نرجعوا، وكمل هو موسى للداخل وبداو كيركبوا في القنابل اللي فيهم مؤقت. رومبو غادي تبان ليه واحد الدبابه جايه وغادي يستغلها وشد فيها لتحت، وهكا قدر يخترق لهم المعسكر. هنا كان غادي يشوف واحد من الحراس، ولكن غادي يعتق راسو ودخل من واحد الحفره وهبط لتحت، وهاد البلاصه اللي كيكونوا فيها السجناء. وباش يقدر يدخل لداخل يقلب على تراتمان خاصو يتهنى من هاد الحارس قدر يغيبو. هنا شاف واحد العيالات اللي حتى هما مشدودين تمايا وسولهم على الميريكاني وراوه البلاصه اللي كاين فيها. ورومبو وصل عنده وتراتمان شاف شي واحد موراه وقالها لرومبو، وملي دار كان غير الدري الصغير. ولكن هنا خرج لهم واحد الحارس ورومبو ضربو بموس، وقبل ما يموت غادي يطلق الرصاص، ورومبو اللي معاه تفرشو
وبداو قاصدينهم الحراس. رومبو خدا السلاح ديال الحارس اللي مات، واي حارس جا قدامه كيقتلوه، والقنابل اللي داروا برا بداو كيتفجروا، والدري الصغير جات فيه واحد القرطاسه، ورومبو رجع عنده باش يعتقوه، ولكن هنا غادي يتير عليهم واحد من الحراس بقنبوله، ورومبو تخليه واحد العود في كرشو. غادي يهز الدري الصغير وبدا هارب على برا. تلاقى مع موسى هبط تحت الارض وغيهبط حتى رومبو، والحراس غاديين يتبعوهم وبداو كيتيريو عليهم. غادي يعطلهم موسى بين ما رومبو يسق واحد القنبوله، غيدخلوا الماء ومع قربوا ليهم الحراس القنبوله غادي تفجر وسدوا عليهم. غيحيد رومبو القضبان وخرجوا من المعسكر وغاديين يهربوا، والجنود مشاو عند طراتمان وبداو كيسولوه على رومبو، وقالوا ليه شكون هذا اللي جاي يعتقك، وراه غادي نتبعوه وغادي نقتلوه. جاوبوا طراتمان وقال ليه لا، ما تحتاجوا تقلبوا عليه حيت هو اللي غادي يقلب عليكم. رومبو وموسى وصلوا لواحد الكهف، ورومبو طلب من موسى هو الدري الصغير يرجعوا للقريه، وهو غادي يرجع للمعسكر يتحارب معاهم. موسى حاول يمنعو باش ما يمشيش بوحدو، ولكن رومبو غادي يرفض، وموسى مشى هو والدري الصغير، ورومبو بدا كيداوي في الجراح ديالو. لغد ليه في الصباح الجيش الروسي بداو كيقلبوا على رومبو، ورومبو حتى هو كان قاصد المعسكر ديالهم. بدا غادي كيتسلت حتى قدر يدخل المعسكر، قتل الحارس اللي كان تمايا وعاود هبط لتحت. طلوا بانوا ليه الحراس كيعذبوا في طراتمان، ودخل عندهم وبدا كيقتل فيهم، وحل على طراتمان وحتى على خوتنا اللي كانوا مشدودين في السجن، وهربوا من تمايا. وغيدبر في واحد الطياره وركب فيها هو واللي معاه، وبدا كيتيري عليهم، ولكن الطياره غادي تكون كلات الدق وغيخصهم يهبطوا قبل ما تفرقع، وبالفعل قدروا يهبطوا قبل ما تفجر. هنا رومبو سمع شي طياره جايه وخرج يتيري عليهم وفجرها، وغتبقى غير وحده اللي فيها القائد، وغيكون طراتمان صايب واحد الحبل مع واحد الحفره، وقدر يهبط هو ورومبو قبل ما يقتلوهم، والجنود غيتبعوهم للداخل. هبطوا كان رومبو وطراتمان مخبيين، وبدا رومبو كيقاضي فيهم واحد مورا الاخر، واللي جا قدامه كيحيدو. وهضر مع القائد عن طريق اللاسلكي ديال واحد الجندي اللي قتل، وقال ليه بلي غادي يقتلوه هو واللي معاه. رومبو كان غادي يقتلو واحد الجندي، ولكن نقدو طراتمان وقتل خونا وغادي يطلع للفوق، ورومبو كان مكالي عليه وقدر يقتل كاع الجنود اللي كانوا معاه لتحت، وغيبدا طالع حتى هو للفوق. مع طلع غادي يشنق عليه واحد الجندي وبدا كيضرب فيه وشدو من البلاصه اللي كان مضروب فيها، ولكن رومبو قدر يتقلب عليه ولاحو في الحفره ومات. وغادي يتم رومبو وطراتمان راجعين، ولكن الجيش الروسي غادي يحاصروهم، وطلب منهم القائد باش يسلموا راسهم، ولكن رومبو وطراتمان غاديين يرفضوا وبداو كيتيريو فيهم، وقدروا يتخباو في واحد الحفره، واللي قرب لهم كيقتلوه. شويه غاديين يوصلوا الجنود الافغانستانيين، والجيش الروسي ولا هو اللي محاصر، ورومبو ركب في واحد الطوموبيل وبدا كيقتل فيهم. هنا جاتو واحد القرطاسه في رجلو وغادي يسخط، وقصد واحد الدبابه ركب فيها وتما غادي قاصد الطياره وغيفجرها، ورومبو ما وقع عليه والو، والناس على برا كانوا كيتسناوه يخرج، وغادي يخرج من ديك الدبابه حي. وهكا رومبو غادي يكون عتق القائد ديالو ونفذ المهمه اللي قال ليه، وغيخرج هو وطراتمان من افغانستان. كيبدا الفيلم ديالنا مع رومبو اللي من بعد اخر مهمه ليه قرر يستقر في تايلاند، وبعد على المشاكل والمهمات العسكريه بشكل نهائي، وخدام كيصيد اخطار واندر فصيله ديال الافاعي وكيبيعها، وفي نفس الوقت عنده قارب كينقل به الناس من بلاصه لبلاصه. واحد النهار كيف العاده غادي يوصل الافاعي للصيد باش يبيعها، وهنا غادي يوقفوا عليه شي امريكيين، وقال ليه هاد خونا اللي سميتو مايكل باللي بغاو يمشيو لبورما، وطلبوا من رومبو باش يوصلهم بالقارب ديالو. ثم رومبو قال ليه باللي بورما بلاصه خطيره وفيها حرب، ورفض يوصلهم وتحرك من تمايا. وهنا اختنا اللي سميتها ساره واللي حتى هي من المجموعه قالت لمايكل اللي غادي تمشي عند رومبو باش تحاول تقنعو يوصلهم، وداك الشيء اللي كان تبعاتو وبدات كتحاول تقنعو. رومبو في الاول غادي يرفض، ولكن ملي قالت ليه باللي حنا باغيين نمشيو باش نعاونو دوك الناس ونحاولوا نقدو شي وحدين، حيت كل نهار كيموتوا ناس ابرياء بدون اي سبب. رومبو من بعد ما سمع هاد الشيء غادي يوافق يوصلهم. والغد ليه في الصباح غادي يشدوا الطريق لبورما، وهما غاديين شادين الطريق. ساره غادي تمشي عند رومبو وبدات كتدو تجي معاه في الهضره، وغادي تسولو واش عنده شي عائله. ورومبو قال ليها باللي الاب ديالو مازال على قيد الحياه، ولكن شحال هادي ما شافوش. واختنا عرفاتو باللي ميريكاني، وعاودات سولاتو علاش عايش في هاد البلاصه. ورومبو قال ليها باللي 20 عام وهو عايش في هاد البلاصه، حيت بغى يبعد على الحروب بصفه نهائيه، حيت حياته كامله دوزها في الجيش وشارك في بزاف ديال الحروب. ورومبو غادي يعرف منها باللي مايكل الخطيب ديالها،
طريق البورما كانت بعيده بزاف، داكشي علاش طاح عليهم الظلام وهما مازالين في النهر. وهنا غاديين يوقفوا عليهم شي قراصنه وسولوهم فين غاديين، ورومبو قال لهم باللي موصل شي ناس لبورما وبغى يعطيهم داكشي اللي بغاوه، وقال لهم شحال غادي نعطيكم ديال الفلوس باش تخليونا نكملوا الطريق. ولكن خوتنا بغاو يديو معاهم حتى ساره. رومبو ملي سمع هادشي غادي يسخط وجبد السلاح ديالو وقتلهم كاملين. ومايكل وباقي المجموعه صدموا من هادشي اللي شافوا وكملوا طريقهم. والغد لي في الصباح وصلوا لبورما، وساره غادي تشكر رومبو على هادشي اللي دار معاهم. ومن بعدها رومبو غادي يرجع بحاله، والمجموعه كملوا الطريق للقريه. وملي وصلوا للقريه بداو كيعالجوا في المصابين، ولكن ما غاديش يدوز بزاف ديال الوقت حتى هجم عليهم الجيش وبداو كيقتلوا فيهم. واللي بقاو عايشين غاديين يخطفوهم، ومن بين هذوك اللي تخطفوا كانت ساره والمجموعه ديالها. من بعد ايام رومبو غادي يجي عنده هاد خونا اللي سميتو ارثر، وقال ليه بلي هو من الكنيسه، وساره واللي معاها صحابو، وقال ليه بلي من المفروض يرجعوا 10 ايام هادي. ولكن والو، وصلتنا شي اخبار بلي باقيين على قيد الحياه والجيش شدوهم. وقال ليه بلي بغاو يصيفطوا شي رجال يقلبوا عليهم وبغاو منه باش يوصلهم. ورومبو غادي يوافق، والغد ليه غاديين يشدوا الطريق لبورما. وملي وصلوا لقاو واحد الجوج هما اللي غادي يوريوهم الطريق للقريه. رومبو بغى يمشي معاهم، ولكن القائد اللي سميتو لويس غادي يحقروا ومنعو يمشي معاهم وخلاوه تمايا وتحركوا. وملي وصلوا للقريه لقاو الدنيا مرونه والجثث ديال اهل القريه في كاع البلايص، وتما غادي يسمعوا الصوت ديال شي شاحنه وغاديين يتخباو. وغيشوفوا الجنود كينزلوا مجموعه من الضحايا وغيحطوا القنابل في الماء وغيبزوا على الضحايا باش يدخلوا كيجريو وسط الماء. والجنود كانوا كيقمروا على شكون اخر واحد غادي يموت. القائد لويس واللي معاه من بعد ما شافوا هادشي غاديين يخافوا وقرروا يرجعوا بحالهم. ولكن هنا غادي يجي رومبو وبدا كيتيري على الجنود بالاسهم حتى قتلهم كاملين. القائد لويس ملي شاف رومبو غيتصدم من الشجاعه ديالو وسولو شكون هو وعلاش دار هادشي. رومبو قال ليه هادشي ماشي مهم وطلب منه باش يتحركوا يكملوا المهمه. القائد غادي يرفض في الاول، ولكن ملي هددوا رومبو غادي يوافق وركبوا في الشاحنه وشدوا الطريق للمعسكر. القناص نزلوه في الطريق وقتل الجندي اللي في المراقبه وبدا كيراقب في بلاصتو، وباقي افراد المجموعه كل واحد فين غادي ينزل. ورومبو نزل حدا الضحايا والجنود كانوا دايرين واحد الحفله وملهيين معاها. رومبو غيضرب على مايكل محبوس في واحد القفص وغادي يفكو هو واللي معاه وسولو فين كاينه ساره. ومايكل غادي يعيط ليه البلاصه اللي كاينه فيها، ورومبو تحرك عندها باش ينقذها وبدا كيقلب عليها. في نفس الوقت اللي مع رومبو قدروا يحرروا عدد كبير من الضحايا. ورومبو حتى هو قدر يوصل لساره وشاف واحد الجندي بغى يتعدى عليها وغادي يهجم عليه وقتلوه، وبدا بخرج ساره من تمايا. وهما كيجريو ساره غادي تطيح وشافهم واحد الجندي وبغى يقتلهم، ولكن هنا القناص غادي يتدخل وينقذهم في اخر لحظه. وغتوصل ساره هي ورومبو عند باقي المجموعه وبداو هاربين في الغابه. الغد ليه في الصباح الجيش غادي يلقاو الدنيا مرونه وجمعوا الجنود وتبعوا رومبو هو اللي معاه في وسط الغابه. رومبو اللي معاه كانوا هاربين، ولكن غير شويه واحد فيهم غادي تفجر عليه واحد القنبله، والجنود سمعوا الصوت ديال الانفجار وعرفوهم فين كاينين. هنا رومبو غيطلب من القناص يدي معاه ساره ويسبقوه للنهر، وهو غادي يواجه الجيش وغادي يلحق عليهم. وخدا منه واحد القنبله متفجره، والقناص غادي يطير في السماء باش الجنود يتبعوا رومبو. وتحرك هو وساره. رومبو غيدير واحد الفخ للجنود وفجرهم كاملين بديك القنبله، وهكا قدر يقتل مجموعه كبيره من الجنود. في نفس الوقت القناص وساره وصلوا للنهر وشافوا صحابهم تشدوا والجنود كيوجدوهم للاعدام. ولكن هنا رومبو غادي يتدخل ويقتل خونا اللي مكلف بالرشاش وبدا كيقتل فيهم، وصحابه قدروا يتحرروا وغاديين يعاونوه. والقناص حتى هو بدا كيعاونوه وشبكات قرطاس بيناتهم. وغير شويه الجنود بداو كيسيطروا عليهم، ولكن هنا غاديين يجيو اهل القريه وبداو كيقتلوا في الجنود حتى سالوا معاهم كاملين. رومبو بان ليه القائد ديال الجيش هارب وغادي يتعرض ليه وقتلوه، وهكا رومبو قدر ينقذ ساره والمجموعه ديالها وحرر اهل القريه. ساره بدات كتقلب على مايكل وغادي تلقاه، وتما غاديين يشكروا رومبو حيت نقذهم ونقذ حتى اهل القريه. ورومبو من بعد هادشي غادي يقرر يرجع للميريكان باش يعيش مع الاب ديالو ويبدا حياه جديده. كيبدا الفيلم ديالنا بعاصفه قويه اللي تسببات في فيضانات، وكيبانوا لينا المروحيات ورجال الشرطه والحمايه المدنيه اللي كانوا كيقلبوا على 3 ديال الاشخاص مفقودين في الغابه. وهما كيقلبوا عليهم المروحيه غاديين يعلموا الشرطه باللي الفيضانات جايه جهتهم وخاصهم يخرجوا من الغابه اقرب وقت ممكن. وداكشي اللي كان بداو خارجين من جماية. وهنا الضابط بدا كيسول على المتطوع اللي دخل يقلب على الناس اللي مفقودين في الغابه، حيت الا طول تمايا مستحيل يبقى على قيد الحياه بسبب الفيضانات. وكان هذا المتطوع هو رومبو اللي ولا خدام متطوع انقاذ مع الحمايه المدنيه.
وهو كيقلب غادي يلقى واحد المرأة ميتة بسبب الفيضان، وفي نفس الوقت الفيضان كان جاي جهتهم، وتم ضرب على واحد الجوج ومشى عندهم وطلب منهم يركبوا فوق الحصان. البنت غادي تركب، ولكن خونا كان كيسول على مراته. رومبو قال ليه بلي راه ماتت، ولكن خونا ما غاديش يتيقوا وما تسوقش لهضرته ومشى كيقلب عليها. ورومبو شاف الفيضان قرب ليهم ونزل البنت وشد الحصان وربطه مع واحد الشجرة بواحد الحبل، وشد راسه هو والبنت مع واحد الحجرة باش الفيضان ما يديهمش. وبالفعل داكشي اللي كان، وقدروا يفلتوا من الفيضان. ومن بعدها الشرطة لقاو الجثث ديال داك الراجل ومراته. ورومبو بقى فيه الحال ملي شاف الجثث ديالهم، وقال للقائد ديال الشرطة بلي ما قدرش ينقذهم. ومن بعد ايام كيبان لينا رومبو في المزرعة ديال الاب ديالو، وكان عايش فيها هو الخدامة اللي سميتها ماريا. ماريا قالت ليه اللي شافته في الاخبار بانه حاول ينقذ دوك الناس ولكن ما قدرش. ورومبو قال ليها بلي ما قدرش ينقذهم كيما ما قدرش ينقذ صحابه في الحرب. وهنا ماريا قالت ليه بلي راك درتي اللي في جهدك، ما تبقاش تلوم راسك. من بعدها هبط القبو ديالو وكان داير فيه انفاق دايره بالمزرعه. وهنا بدا كيتفكر الايام ديالو في الحرب. لغد ليه بدا كيدرب الحصان الجديد اللي شرا. وملي دخل الدار سول ماريا على بنتها غابرييل. ماريا قالت ليه باللي بايته مع صاحبتها وقريبه تجي. من بعدها كيبان لينا رومبو كيصايب واحد السيف حتى غادي تدخل عليه غابرييل، وبدات كتدي وتجيب معاه في الهضره. وغيخرجوا وركبوا على الاحصنه وبداو كيهضروا على الحياه ديال رومبو وعلى المشاكل اللي دوز في الحرب. من بعدها غابرييل قالت ليه بلي غادي تمشي لواحد الحفل عند صاحبتها، ثم رومبو اقترح عليها ينظموا الحفل في الدار وتوريهم النفق. هنا غابرييل تعجبات وقالت ليه بلي اخر مره جاو عندي لهنايا جريتي عليهم وما خليتيهمش يدخلوا النفق، وعمرك دخلتي شي واحد لتمايا. ورومبو جاوبها وقال لها بلي هما الاصدقاء ديالك ماشي مشكل. وبالفعل داكشي اللي كان. من بعد ايام نظموا الحفل تمايا وجاو صحابها وعجبهم النفق. وفي وسط الحفل غابرييل صونت عليها صاحبتها وقالت ليها بلي لقات الاب ديالها وعارفاه فين عايش. وملي سال الحفل غابرييل غتقول لرومبو بلي غادي تمشي للمكسيك تشوف الاب ديالها وتعرف منه علاش تخلى عليها. ورومبو قال ليها بلي ما كاينش شي اب كيتخلى على بنته ومراته بديك الطريقه، من الافضل بلا ما تمشي عنده. ولكن غابرييل غادي ترفض وكانت مصره انها تمشي. ورومبو غيقول ليها بلي ما نقدرش نحميك وانت بعيده عليا وكنتمنى انك ما تمشيش. ورومبو كيعتبر غابرييل بحال بنته حيت هو اللي رباها ملي كانت باقا صغيره، داكشي علاش كيخاف عليها. ولكن لغد ليه غابرييل غادي تقرر تمشي للمكسيك، غادي تحرك بالطوموبيل بلا ما تقول هذا رومبو الام ديالها. غادي تشد الطريق وصلت للمكسيك ودخلات لواحد المنطقه اللي خطيره حيت منتشر فيها الاجرام بزاف. دخلات عند صاحبتها ايما رحبات بها وغابرييل عرضات عليها الفلوس باش توريها العنوان ديال الاب ديالها، ولكن ايما رفضات وقالت ليها بلي هي كتعاونها حيت صاحبتها. ولكن كيبان باللي باغا تسرق ليها البراسل اللي في يديها. جا الليل وماريا خدات غابرييل العنوان ديال الاب ديالها. غابرييل دقات عليه وخرج عندها وسولها شنو جات دير هنايا. وغابرييل قالت ليه بلي بغيت نعرف السبب اللي خلاك تخلى عليا انا والام ديالي. تما خونا قال ليها بلي حسيت انه غير كنضيع الوقت ديالي معاكم وما بقيتش قادر نعيش معاكم، داكشي علاش تخليت عليكم. وجرى عليها من تمايا. وغابرييل غادا تخرج وهي كتبكي. هنا ايما اقترحت عليها تبقى هاد الليله ويمشيو لواحد الملهى. وبالفعل داكشي اللي كان، مشاو للملهى. وملي دخلوا غابرييل جا عند هاد خونا وبدا كيدي ويجيب معاها في الهضره وغيحط ليها واحد المخدر في العصير ديالها. الغد ليه في الصباح كتبان لينا ماريا قصده رومبو وقالت ليه بلي غابرييل مشات للمكسيك. وايما صونت عليها وقالت ليها ملي مشات عند الاب ديالها ما شافتها. انا رومبو طلب منها العنوان ديال ايما وركب في الطوموبيل ديالو وتحرك للمكسيك. من بعد كيبانوا لينا هاد جوج خوت، هذا سميتو هيغو وهذا فيكتور. وخوتنا كيخطفوا البنات وكيتاجروا فيهم، ومن بين البنات اللي كانوا خاطفين كانت غابرييل. رومبو وصل للمكسيك وقصد الدار ديال ايما وسولها على غابرييل. ايما قالت ليه بلي ما شافتهاش من نهار مشات عند الاب ديالها،
تما رومبو ضرب على البراسلي ديال غابرييل دايره في ايديها وشدها من ايديها وقال ليها بلي هاد البراسلي ديال غابرييل اش كيدير عندك وجبد الموس وقال ليها بلي غتعاود ليه الحقيقه ولا غادي يقتلها. هنا ايما خافت وخدات الملها اللي كانوا فيه وراتو خونا اللي كانت جالسه معاه غابرييل ورومبو بدا كيراقبو وفي نفس الوقت هاد ختنا اللي سميتها كارمن كانت مراقباه. رومبو خلى خونا حتى خرج وتبعوه وسولو على غابرييل فين كاينه. خونا رفض في الاول يقول ليه ولكن ملي ضربو بالموس لرجلو غيديه للبلاصه اللي فيها غابرييل وهاد الشي كامل وختنا مازال مراقباه. رومبو بدا كيشوف في الدار اللي فيها العصابه ولكن خوتنا عاقوا بيه وغاديين يدوروه وهيكا هو خوه سولوه شنو كيدير هنايا ورومبو بقى غير ساكت وما بغاش يجاوبهم. هنا خوتنا بداو كيقلبوه ولقاو عنده التصويره ديال غابرييل. من بعد هاد الشي خوتنا شدوه وبداو كيضربوا فيه كاملين وملي عطاوه قتله ديال لاصا بغا فيكتور يقتلوه ولكن خوه غادي يمنعو وقال ليه خليه يتعذب وخلاوه مرمي تمايا. وتما غادي تدخل كارمن اللي كانت مراقباه وخداتو معاها للدار وجابت ليه الطبيب يعالجو. ورومبو دخل في غيبوبه لمده 4 ايام وملي فاق جات عنده ختنا وسولاتو كيف بقى. ورومبو سولها شكون هي وختنا قالت ليه بلي سميتها كارمن والخدمه ديالها صحفيه وشحال هادي وهي مراقبه ديك العصابه وديك العصابه كيتاجروا في المخدرات وحتى البنات. ورومبو طلب منها تعاونوه وتعطيه العنوان اللي كيكونوا فيه وختنا غادي توافق وعطاتو مجموعه ديال المعلومات اللي غادي تعاونو باش يلقاوهم. ورومبو غادي يقصدهم وصل لتمايا وبدا كيقتل فيهم واللي جا قدامو كيحيدو ولقى بزاف ديال البنات محبوسين تمايا وكانت معاهم حتى غابرييل اللي كانت مضروبه وحالتها حاله. هزها معاه وخرجوا من ديك البلاصه. الرجال ديال العصابه ساقوا الخبار وفيكتور بدا كيغوت على خوه وقال ليه بلي قلت ليك خاصنا نقتلوه ولكن انت ما كتسمعش الهضره. رومبو وغابرييل كانوا شادين الطريق ولكن غابرييل زاد عليها الحال وغادي تموت. ورومبو حزن بزاف ملي شافها ماتت وغادي يوصلها للمزرعه ودفنها وقالها الام ديالها اللي تصدمات وما بقاتش قادره تعيش في ديك المزرعه وغادي تمشي تعيش مع اختها. من بعد هاد الشيء رومبو غادي يقرر ينتقم منهم وبدا كيخطط وكيزرع المتفجرات في المزرعه وغادي يعمر النفق بالقنابل المتفجره. ومن بعد ايام رجع للمكسيك وقصد المقر ديال العصابه وبدا كيقتل فيهم واحد مورا الاخر وغادي يقتل حتى فيكتور. لغد ليه البوليس ساقوا الخبار وجاو لتمايا وكانت الدنيا مرولة والجثث في كاع البلايص. وصل هيغو ودخل للداخل ولقى الجثة ديال خوه فيكتور بلا راس وعرف بلي رومبو هو اللي قتلوه حيت خلى ليه التصويره ديال غابرييل الجثه ديال فيكتور. رومبو رجع للمزرعه وهو في الطريق رمى الراس ديال فيكتور وهيغو وجد العصابه وقصد المزرعه. وصلوا لتمايا واول طوموبيل غادي تدوز على واحد القنبله متفجره وهي تفرقع وخوتنا نزلوا من الطوموبيلات ورومبو بدا كيخرج ليهم من التحت وكيقاضي فيهم وكل مره كيخرج ليهم من بلاصه حتى قتل مجموعه كبيره منهم. وهنا خوتنا قرروا ينزلوا عنده للنفق ولكن رومبو كان موجد لهذا الشيء وقتل كاع الرجال ديال هيغو وملي بقى غير بوحدو غادي يهضر معاه في اللاسلكي وقال ليه الا بغيتي تبقى حي تبع الضوء. وداك الشيء اللي كان هيغو بدا هارب ورومبو بدا كيفجر في القنابل وقدر هيغو يخرج من النفق ولكن مع طلع بدا كيضرب فيه رومبو بالسهام حتى ما بقاش قادر يتحرك ومشى عنده وضربه بالموس وقتلوه وخرج على برا وجلس وبدا كيفكر في كاع الحروب اللي دوز والناس اللي كان كيحاول يوفر لهم الحمايه ولكن ماتوا. وحتى لهنا غادي تكون سلات السلسله ديال افلام رومبو. نتلاقاو في الفيديو الجاي. تهلاو.